حبيبة الملايين، انا شخصيا بحبها جدا، الفراخ البروستد او الكنتاكي او زي ما تسموها. يعني بصوا شكلها بقى، هنعرف ازاي النهارده هنعملها مع بعض، ونعرف ازاي نظبطها يبقى شكل وطعم ويبقى قلبها ابيض من جوه كده ومستويه جدا بعد تجارب كتير وطرق كتير. ان شاء الله هجيب لكم الخلاصه، بس ضروري ما تنسوش اللايك، ادعموا الفيديو بلايك لو عجبكم، عشان الفيديوهات دي بيبقى متعوب عليها جدا. شايفين شكلها؟ هنتعلم كل حاجة فيها بالتفصيل ان شاء الله بطريقة سهلة جدا، من غير بقى لا بيض ولا خلطة سايلة ولا اي حاجة. تعالوا نتكلم شوية عن الفراخ. هستخدم النهاردة دبابيس، وتقدروا طبعا تستخدموا دجاجة كاملة، بس خلوها ما تزيدش عن كيلو 300 مثلا، ده على اقصى تقدير. انا كمان الدبابيس اللي عندي كانت كبيرة، خلوا الكيلو مثلا في حدود 10 9 10. انا كان عندي 7 قطع، ده كان كيلو من الدبابيس، ومع ذلك ما شاء الله استوت. هعمل ايه؟ هغسلها كويس جدا طبعا، وهجيب خلة الشيش وهخرم اللحم زي ما انتوا شايفين، هخرمه من جوه بعيدا عن الجلد عشان ما بهدلش الجلد اطلاقا. شايفين انا بنزل بالسيخ لجوه كده، وده عشان التتبيله تستوي واللحم يبقى طري وجميل. احنا مش هنستخدم لبن رايب ولا هنستخدم بيض ولا هنستخدم خلطه سايله ولا اي حاجه. تمام. معايا مجموعه من التوابل هكتبها لكم كلها، بس هي المختصر المفيد. كان معايا شطه وتوم وبصل باودر والجنزبيل الاساسي وشويه ملح وفلفل. هاخد عليهم نص كوبايه من الميه المتلجه. الفكره جات لي ازاي؟ انا كنت اشتريت خلطه مره كده من احد الشركات المعروفه، كانت هي دي نفس الطريقه، كاتبين شويه توابل وتتدوب في ميه، وطبعا كان فيها مكسبات طعم كتير جدا، ونتبل بيها الفراخ ونحطها في كيس. فقررت ان انا اجربها معاكم بس بطريقه بيتي تكون طعمها حلو قوي. كمان انا شفت ناس كتير او شيفات كتير عاملين الطريقه دي وجربتها وطلعت النتيجه في منتهى الروعه، فقررت ان انا اشاركها معاكم. نرجع لمرجعنا بقى. انا معايا هنا مكعب من المرق، هدوبه في ربع كوبايه ميه مغليه، وده ليه؟ لان انا ما كانش عندي مرقه دجاج او مرقه فوريه تكون باودر. لو مرقه فوريه هتبقى احسن كتير، وهنحطها مع التوابل. انا بستخدمها ليه؟ ده يعني بستعيد او كبديل للملح الصيني او الحاجات اللي بيبقى فيها مكسبات طعم. مش هنضحك على بعض، ده اللي هيدينا طعم قريب جدا 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 من اللي احنا بنشتريه وبناكله من بره. تمام. هجيب مصفى بقى واصفي الكلام ده. ليه بقى؟ لان هيبقى لسه في حبيبات من المرقه، ان انا مستخدمه مكعب. لو استخدمتوه باودر مش محتاجين ان انتوا تصفوا خالص التتبيله دي. يبقى انا جبت مجموعه من التوابل هكتبها لكم، ودوبت فيها دوبتها في الميه، في شويه ميه يعني، ميه بارده عاديه جدا، ودوبت مكعب مرق في ربع كوبايه ميه كده، وحطيته عليهم وصفيتها وتبلت الفراخ. دلوقتي هعمل ايه؟ هحطها في كيس، وده بيبقى احسن كتير من لما تسيبوها في طبق. الكيس بيبقى محكم وقافل عليهم كلهم، والتتبيله بتخش وبيبقى طعمها حلو جدا. هسيبها ليله في التلاجة، وكل شويه كده هفتح التلاجة واقلب الكيس من فوق لتحت. تمام. نيجي بقى تاني يوم بعد ما عدى يمكن اكتر يعني، سبتها يعني مثلا من بالليل، عملتها بقى على الغدا. هفتح الكيس هتشموا ريحه حلوه جدا جدا. انا هكتب لكم التوابل كلها. بصوا بقى اللحم لونه ايه. طبعا انا مستخدمه بابريكا، نسيت اقول لكم بابريكا مدخنه. بصوا بقى اللحم والتتبيله كلها هتلاقوها داخله جوه اللحمه اهو، من غير بيض ومن غير لبن رايب ومن غير اي حاجه. تمام. هطلع بقى قطع الفراخ بتاعتي بس كده على مصفى، عشان لو فيها حاجه ما تعجنش مع الدقيق. الدقيق بقى، الدقيق عادي جدا، حط عليه ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ومن الكركم بس عشان يظبط اللون، ممكن ما تستخدموهوش، ومعلقه كبيره، معلقه اكل من النشا. ده كان كيلو من الفراخ، هياخد معاكم من نص كيلو لكيلو الا ربع من الدقيق. ده اكتر من كيلو الا ربع عشان انا كنت حطاه في حاجه واسعه. هطلع الفراخ بتاعتي بقى بعد ما حطيتها في مصفى، وهحطها في الدقيق زي ما انتوا شايفين، واديها 10 قلبات من تحت لفوق كده زي ما انتوا شايفين. تمام. ادي شكلها اهو من تحت لفوق، بتدي كراست حلوة قوي. وبعد كده هاخد بقى قطعة قطعة احطها انا جنبي بولة كده فيها مية ساقعة متلجة.
هديها حقها واخد بالي ان الدقيق يكون متغلغل في الفراخ، قطع الفراخ كلها. هديها بس يعني كأني بغسلها من الدقيق الزيادة في المية المتلجة، وارجع احطها في الدقيق، وهكرر العملية دي تاني. اهو زي ما احنا شايفين. انتوا حاولوا تجيبوا الفرخة زي ما قلتلكوا كيلو 200 كيلو 300 بكتير قوي. كمان لو هتستخدموا دبابيس زي كده خلوها تبقى وسط، ما تبقاش كبيرة. ومع ذلك والله استوت، وهتشوفوها وشفتوها في اول الفيديو لحمها من جوه ابيض ازاي. هديها بقى زي ما انتوا شايفين، هكرر العملية دي وبكده تمام خلاص. هنروح على الزيت عشان نسويها. تمام. بنفض كل قطعة كده من الدقيق زيادة، وهبدأ اسويها بقى في الزيت. معايا بقى نتكلم على التسوية. حلة فيها زيت غزير، ويكون طبعا سخن جدا. انا استخدموا حلة تكون يعني نوعا ما مش كبيرة قوي، عشان تبقى تقدروا تحطوا كمية زيت كويسة، تبقى شبه القلاية او قلايات الضغط او الحاجات اللي بتبقى في مطاعم البروستد. هنزل الفراخ زي ما انتوا شايفين، باخد كل قطعة كده وهزها يمين وشمال، بحيث ان انا انفضها من الدقيق زيادة. وادي شكلها بتاخد بالظبط ربع ساعة. ربع ساعة دي كمان كانت الفراخ كبيرة زي ما انتوا شايفين. لو الفراخ اصغر من كده، قطع اصغر، ممكن تاخد كمان 12 13 دقيقة. عايزة اقول لكم هتشموا ريحة على النار حلوة جدا. شكلها فعلا زي الكنتاكي او KFC او المطاعم المشهورة. بصوا بقى الشكل، جميلة جدا ومقرمشة، وفي نفس الوقت القرمشة الحلوة اللي هي مش تبقى محجرة كده توجع السنان زي وصفات كتير كنت بشوفها. لا، قرمشة مقبولة جدا وطعمها حلو قوي. خلاص عدينا الوقت، هبدأ بطلعها على مصفى مش على مناديل. النقطة دي مهمة جدا عشان ما تطراش. خلاص هنزل. انا اول مرة حطيت اربع قطع، وبحط ال3 قطع الباقيين. ما نسحمش الزيت، ما نسحمش الحلة عشان تستوي كويس. ولازم يبقى الزيت غزير ومغطيها. وانا ما غطيتهاش ولا اي حاجة، واستوت وبقت زي الفل. خدت ربع ساعة زي ما قلت لكم. بس خلاص كده هنسويها اهو. نسيت اقول لكم طبعا، اول ما بننزلها بيبقى الزيت سخن خالص على حرارة عالية، وبعد كده بنهديه للوسط. شايفين لونها ذهبي يعني. بص، ومش شاربة ولا نقطة زيت. جميلة جمال مش طبيعي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم بجد يعني. وادي شكلها في الاخر. اظن شكلها بيتكلم عنها، مقرمشة وفي نفس الوقت طرية وجميلة جدا من جوه، مش شاربة زيت. ما عملتش معاها اكتر من شوية بطاطس وكول سلو. لو عايزين طريقة الكول سلو قولولي وانا اكتبها لكم، او نعملها مع بعض. نجربوها هتعجبكم جدا جدا. زي ما قلت لكم انا مشيت على الطريقة دي، فلقيت النتيجة عجبتني جدا، وعملتها قبل كده قبل ما اصورها معاكم، فقررت اشاركها معاكم. ادي شكلها اهو من جوه، بيضة جدا ومستوية، وفعلا طعمها حلو قوي. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. ما تنسوش اللايك ضروري. لو عجبتكم الوصفة ياريت تشيروها وتشاركوها مع حبايبكم. وما تنسوش اللايك. جربوها. بصوا بقى بيضة ازاي ومستوية جدا.